تخيل معايا قرية هادية منعزلة بتدخلها لما بتبقى ماشي في طريقك عادي وبتلاقي شجرة في نص الطريق فبتضطر ترجع وتلف فبتروح للقرية دي. المشكلة انك لما بتدخل القرية دي ما بتقدرش تخرج منها. قصة حلوة صح؟ بس نسيت اقولك ان بالليل بيخرج وحوش في هيئات بشرية بياكلوا الناس بأكتر طريقة دموية ممكنة. اهلا بيك في عالم فروم، مزيد بين لوست وقصص ستيفن كينج. مسلسل مش ناس كتير بتتكلم عنه بس صدقني لازم تشوفه، خصوصا لو بتحب قصص الغموض والرعب وحبيت لوست. وهشرح لك دلوقتي ليه انت محتاج تشوفه فعلا ومن غير اي حرق للاحداث. ايوه انا عارف ان السيزون التالت بيتعرض حاليا وانا عايز اخلص تسجيل الفيديو ده عشان اروح اشوف الحلقه السادسه، بس ما تقلقش مش هحرق لك حتى السيزون الاول يعني عشان لو لسه ما شفتهوش. فايه هو المسلسل ده؟ مسلسل رعب بنشوف فيه مجموعه من الناس اللي داخل القريه غامضه زي ما قلت لك، محدش فيهم عارف هو ازاي وصل هنا، والاسوأ انهم مش قادرين يخرجوا. كل مره بيحاولوا فيها انهم يخرجوا بيرجعوا تاني لنفس القريه، ولو دي مش حاجه مريبه بما فيه الكفايه فالكتاب قالوا لك خلاص يا عم هنخلي وحوش يخرجوا بالليل من الغابه ياكلوا الناس. مسلسل بيدمج بين الرعب النفسي والسسبنس، صدقني التوتر والجو المرعب في المسلسل ده فريد من نوعه جدا، ممكن ما يكونش الافضل ولكنك هتلاحظ التميز. تمام، طب هو ايه اللي بيخلي المسلسل ده مرعب؟ الفكره في الاساس مش معتمده على جامب سكيرز الرخيصه، ودي حاجه تحترم. هو شعور الخوف من اللي انت مش عارفه، تساؤل دايما يا ترى ايه الحاجات اللي في الغابه دي، ويا ترى مين من الابطال هيعيش لبكره. وفكره دمج النفس البشريه بالرعب الخيالي دي حقيقي بتكسر الواحد، انك بتعيش مع الابطال لحد ما تشوفهم بيفقدوا عقلهم من الحاله اللي هم فيها دي وبيتكسروا فعلا وهم بيحاولوا يهربوا من الجحيم ده. وبالنسبه للمخلوقات دي فهم فعلا كابوس يعني، رغم انهم مبتسمين دايما بشكل مستفز، وانا جات لي تروما من الابتسام خصوصا اني لسه شايف فيلم سمايل 2. بس نرجع للمخلوقات دي، التباين بين شكلهم العادي من بره والوحوش اللي جواهم بيخلي القاعده واضحه، اول ما الغروب يظهر ادخل واقفل على نفسك. ومن افضل الحاجات في المسلسل هي ازاي بيخليك تطرح اسئله كتير من غير ما يجاوب عليها. دايما بتسال نفسك ليه الناس دي محبوسه؟ ايه الكائنات دي؟ هل في شخص متحكم في كل ده وقاعد بيتفرج عليهم وهم بيموتوا، ولا في حاجه اسوأ من كده؟ الغموض ده بيخليك دايما عايز تتفرج وتشوف حلقه ورا التانيه من غير ما توقف، ودي الحاجه اللي افضل مسلسلات الرعب بيعملوها، انهم دايما بيسيبك عندك اسئله محتاج لها اجابات عشان تشوف الحلقه اللي بعدها وبعدها وهكذا. وبالنسبه للتمثيل فكان جامد من كله، بس معلش انا عايز اتكلم عن هارالد برينول لوحده اللي كان في لوست برضه، يعتبر هو البطل في المسلسل ده، بويد، وعمل دوره بشكل خرافي بجد. شخصيته عباره عن قائد المدينه نوعا ما، بيحاول انه يحمي كل الناس في نفس الوقت اللي هو مرسول من جواه بسبب احداث كتيره هتعرفها لما تتفرج. ومناسبه لوست فواحد من مخرجين مسلسل لوست هو برضه اللي شغال على فروم اللي هو جاك بندر. وعايز اقول كلمتين بس لمحبين ستيفن كينج قبل ما اخلص، ان المسلسل ده ليكوا بجد. حتى كينج نفسه قال كلام كويس عن فروم، بسبب شعور انك فعلا لو ما تعرفش فهتقول المسلسل ده من كتابته. القرية الصغيرة والجو المريب والقصة اللي بتدمج بين الطبيعة البشرية والقوة الخارقة. المسلسل ده بيلعب في خانة الرعب النفسي زي ما ستيفن كينج بيعمل بالظبط، انك مش بس خايف من الوحوش، لا انت خايف من ان ازاي الناس ممكن تقلب على بعض تحت الضغط اللي هم فيه. لو حبيت ذا ميست فاقفل الفيديو وروح شوف المسلسل، لان بص السيزون التالت بيتعرض حاليا حلقة كل يوم حد، وفاضل 4 حلقات والسيزون يخلص، فيعني روح اتفرج بقى، معاك سيزونين ونص تخلصهم في يومين ونص. وصدقني والله اول ما هتبدا المسلسل مش هتوقفه غير لما تخلصه. المسلسل عنده جمهور ولكنه قليل جدا لانه مش بيتعرض على منصه كبيره زي نتفليكس او اتش بي او. فانت لو بتحب الرعب المسلسل ده ليك، ولكن خليك عارف انه مش مجرد مسلسل رعب، لا ده مسلسل بيخليك تفكر وتخاف وتعيط في احيان كتيره. ففي النهايه فروم مسلسل رعب يستحق ان الناس تتكلم عنه، لانه مش ناقصه حاجه غير بس انه كان محتاج يكون اسرع من كده، لان ساعات كتير هتحس اننا ما بنتحركش او في نهايه كل سيزون المسلسل بيطرح اسئله اكتر من اللي يجاوب عليها. فاتمنى ان نهايه المسلسل تكون حلوه وان الكتاب يقدروا يجاوبوا على كل الاسئله دي في الاخر وما تبصش منهم. بس لو بتدور على حاجه جديده تشوفها دلوقتي فده ترشيحي ليك النهارده، مسلسل هيسحلك فتره. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم تاني اعمل سبسكرايب، والسلام عليكم.